السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمة، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناة. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. يوم جديد يا رجالة وحلقة جديدة، والنهارده حلقة في غاية الأهمية بجد والله. في الفترة الأخيرة طبعا بما إن الصافي راكب والصافي مسمع والصافي بيتباع والصافي بيتشرى والصافي بنسمع فيه أرقام غريبة جدا، الناس بدأ يختلط عليها الأمر بين الصافي وبين العادة. العادة شكله إيه والصافي شكله إيه، لدرجة اللي بدأت الناس تتلخبط وتشوف فرد صافي تقول عليه عادة وتشوف فرد عادة تقول عليه صافي. أنا إن شاء الله في الحلقة ديت هشرح لك الفرق بين الصافي والعادة، بس مش هشرح لك وبس، هوريك كمان عملي في ايدينا فرد حمام عاده علشان تبقى شايفه وعارفه ويبقى شكله عامل ازاي وعامل ازاي علشان اقول عليه عاده، وفرد تاني في ايدي التانيه بيتقال عليه صافي او هو صافي بالفعل. بس يا ريت يا رجاله لو بتشوفني لاول مره ما تنسانيش تنزل دلوقتي حالا تشترك في القناه. بقينا 250 مشترك يا رجاله حبايبي والله العظيم. تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنقدمها. ما تنساناش باللايك الجميل، اللايك بيرفع الفيديو فبيخلي اكبر عدد من المشتركين يشوفوا الحلقه ويستفيدوا بيها، وده الهدف من الفيديوهات. يا ريت كلنا كده رجاله اي حد بيتفرج عليا يصلي على النبي في التعليقات علشان ناخد ثواب الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا يا حور لم الكلفه تحت يا حبيبي. تمام؟ طيب خلينا كده رجاله كده الاول نظري كده نقول يعني ايه كلمه صافي. الاول كلمه صافي ده يعني قاطع. كلمة صافي ده، طب نتكلم الأول نتكلم عن الطبيعة بسرعة بقى علشان يبقى الكلام واضح. بصوا يا شباب، ده مثلا فرد صافي. كلمة صافي صافي يعني ليه ضافر هنا كده، يعني ليه ضافر هنا ملوش منقار، ملوش هنا منقار طالع كده. هوريك دلوقتي الفرق بين الكلام ده كله عامل. بصوا يا شباب ركز معايا كده، بص اهو ليه ايه؟ ليه ضافر هنا كده، ليه ضافر نايم هنا كده، ليه ايه ضافر نايم هنا كده. طبعا الصافي بقى ايه يعني حدث ولا حرج. دماغه بتكون عدله قوي، دماغه بتبقى مدوره، دماغه بتبقى عامله زي البريزه زي الشيلن زي لفه الجنيه. كل الكلام ده بيتقال على الصافي. كل ما دماغه صغر كل ما بقى احسن، كل ما وشه تقل ورفع فوق كده كل ما بقى احسن، كل ما بقى شاتقه من هنا كده قرب من عينيه قوي 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 بقى احسن وبقى افضل وبقى مستواه اعلى. كل الكلام ده ينطبق على الصافي. طيب عرفنا الاول اول حاجه انا افرق بيها بس الاول بين صافي وعاده هو ايه؟ هو منقاره من هنا كده بيبقى ليه ضافر من هنا كده مربع. صح كده يا عم احمد؟ كده انا بتكلم مظبوط ولا ايه؟ تعالى كده يا عم احمد. يا عم احمد انا اللي خلاني اعمل الحلقه دي اصلا ايه؟ سبب الحلقه ديت كنت انا طلعت في حلقه من الحلقات واتكلمت على القص دول، فحد في التعليقات قال لي يا عم انت طالع لي بقص استراليات وعادات وتقول لي عليهم صوافات. ده سبب اصلا عمايلي الحلقه دي. طب تعالوا كده يا رجاله مثلا نمسك الحمامتين اللي احنا كنا ماسكينهم في ايدينا ونشوفهم هو صافي ولا عاده. طب ضغط يا شباب. بصوا يا رجاله، تقل وش فرد الحمام من هنا كده، تقل وش فرد الحمام من هنا وقللانه ده معتمد على دماغه. يعني مثلا ما ينفعش تجيب فرد حمام دماغه صغيره قوي زي الفرد ده كده اللي هو اصغر من الفرد اللي انا كنت ماسكه قبله وتقول لي هو مش شايل هنا يافطه قدامه ليه؟ انا عندي قاعده اساسيه يا رجاله. طبعا كل ده بص يا رجاله الفرد قالش. بص عامل ازاي، ما عادش ريشه يا محمد الحمام. الحمام على الريش كله. بصوا يا شباب نركز تاني القاعده اللي احنا قلنا عليها. هنا في ايه؟ هنا في ضافر، هنا في ايه؟ ضافر مش منقار. انا هوريك دلوقتي حمام بمنقار. بصوا الحمام اصلا بيبقى اصلا في القلش ده شكله وحش اصلا جدا. بس فرد الحمام لما بيقلش عمها بتبقى مصلحه. بصوا يا شباب، بصوا كده يا رجاله ركزوا معايا. بصوا عامل ازاي؟ ضافر في هنا ضافر. تمام؟ طيب وشه بقى من هنا قل يا وليد شويه عن الفرد التاني، وشه تقل. لا دي حاجه تانيه. صافي وشه قليل عادي، صافي وشه قليل. هخلي احمد دلوقتي يجيب لنا فرد عاده ونتفرج عليه. تعالوا كده يا شباب كده نتفرج على مثلا بص بقى. ايوه طب تعالى بقى ايه نتكلم مثلا عملي. شوفوا يا شباب فما ينفعش ان بقى نديله بقى ايه. بص يا احمد كده، تعالى كده. بص الفرد اللي احمد ماسكه ده، بص اللي احمد ماسكه بايده شايل يافطه. احمد لا قرب، احمد قرب حذايه بالظبط. شايل ايه؟ يافطه قدامه. ده مش شايل يافطه ليه؟ من غير عظم ده. ده ما هو برضه نفس الكلام برضه. قاطع اهو، يسمى قاطع اهو، مفيش خالص. ماشي. يا دماغه فيها سنه صغيره، دماغه فيها سنه من ورا بس دماغه فايره عشان هو وشه عريض من هنا، وشه تقيل قوي 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 قوي. شوف ده ما شالش وشه التقيل ده ليه؟ عشان دماغه هنا اصغر من الفرد. ما ينفعش اديله واحده دماغها فايره زي كده. شوف ده كده. تعالى بقى عايزين نجيب احمد. لا ده انا عايز اجيب فرد عاده، انا عايز امسك فرد عاده فيه. طلع لي ايه؟ بس اللي طلع لي ايه؟ طلع لي واحد
ده ابن الذكر ابو دماغ فايره. طيب ده برضه يا رجاله صافي. هوريك عاده، خليك معايا. يبقى عندنا القاعده الاساسيه ان الصافي ليه مش منقار، ليه ضافر. افضل اعيد واكرر فيها، الصافي ليه ايه؟ ليه ضافر. اي فرد صافي ليه ضافر. طب دماغه كبرت شويه، دماغه صغرت شويه، دماغه مش عدله، عادي صافي وفي نمره ناقصه، صافي ودماغه مش عدله، صافي وعينيه ضيقه يا احمد، صافي وشدقه بعيد عن عينيه، كل ده ماشي بس صافي. يبقى الصافي ليه ايه؟ ضافر. الصافي قاطع. تاني يا شباب، ده زغلول صافي، ده زغلول. ده ابن بالمناسبه، ده ابن الذكر اللي احمد مسكه، مش باين له لسه ملامح، بس هيطلع على فكره بالمناسبه ما فكش ولا ريش، هيطلع مستواه كويس. تمام. يعني هو اول دبوره طالعه هي الدبوره صيني، ودبوره ثانيه سكري هي تحت. يعني الفرد ده يطلع ان شاء الله ان شاء الله صيني سكري. طيب وليد انت وريتنا صافي واثنين وثلاثه، عايزين نبص كده على فرد بقى عاده علشان نعرف الفرق. عملي عملي يا عم وليد لاجل النبي، علشان ما اروحش البس قص عادات ويقول لي صوافات، او العكس اروح عند واحد اظلمه يفرجني قص زي دول واقول له يا عم انت جايب لي فردين عادات. بالمناسبه هنبص برضه على النتايه اللي يعني مش الناس طبعا، في حد في التعليقات قال لي يا عم وليد يعني دول قص عادات او دول قص استراليات. انا خلي بالك ما بزعلش خالص من الكلام. برضه يا رجاله عندنا القاعده الاساسيه. بصوا يا رجاله، بصوا هنا كده ليها ايه؟ ليها ضافر. ليها ضافر يا شباب، ليها ايه؟ ضافر. تمام. مهجره من هنا عادي، هي صفيه. دماغها مش عدله قوي، هي صفيه. اي نمره ناقصه ما تقولش ان هي خلاص خرجت بره الصوافه. انما لما نجيب فرد بقى عاده، احمد كان عندك نتايه هنا اللي هي يعني هتوضح اول اللي انا بقوله، نتايه ازازيه كده وشها قدامها سنه كده، اللي هي يا احمد بنت الصوت. مشت حلو. طيب هجيب انا فرد عاده. ده فرد عادي ولونه مثالي، والله يا احمد لونه جميل جدا، لونه جميل جدا. بالمناسبه الالوان في العادات او الاستراليات او الصوافه زي بعض يطلعوا. شوفوا يا رجاله طوبه عامل ازاي، طوبه عامل ازاي. ده صيني يا رجاله سكري برضه، ده صيني ايه؟ سكري. بص ركز معايا، الدبوره الصفراء والدبوره الرصاصي. طيب تعالوا بقى نبص بقى على منقاره. بص هنا واضح كده يا عم احمد، واضح الكلام ده. ليه ايه؟ ليه منقار اهو، ليه منقار انا ماسكه بايد اهو، ليه منقار انا ماسكه بايد. ده عينيه بيضه، ده شاطه قريب من وشه. لا ده عاده، ده فرد عاده. نمسك فرد صافي جنبه ونبين الفرق بينهم. والله يا شباب بالله العظيم ما انا عارف انا بظلمه، بس انا عايز بس اوريك الفرق، يعني عايز اوريك الفرق. بصوا يا شباب والله العظيم الواحد بيعمل الحلقات اللي زي ديت لان الناس بتبقى صعبانه عليه. يا عم احمد انت ممكن مش عارف حاجه تروح عند واحد يطلع لك فردين صوافه وتقوم قايل له انت مطلع لي عادات كلمه، والعكس ماشي. بصوا يا شباب، بصوا يا شباب، واضح كده؟ انا هقرب لك اكتر اهو. قاطع، ليه ضافر، ليه ايه؟ ضافر. ده ليه منقار، ده ليه ايه؟ منقار. منقاره طول سنه، منقاره قصر سنه، ده خلاص وصل لمرحله العادات ما دام طلع له منقار في وشه. يا رب يا رجاله يكون كلامي واضح بالنسبه لك اهو. اظن انا مش هقرب لك اكتر من كده اهو. منقاره، شوف انا ماسكه بايدي ازاي. التاني كان ليه ضافر. تعال نبص على فرد تاني. عندي فرد تاني برضه نبص عليه. لم الكلفه تحت يلا. انسى الطرطور، يعني انسى الطرطور اللي انت شايفه ده، سيبك منه ماشي. ده عاده ولا صفا وليد؟ ده عاده، ده فرد عاده. سميه استرالي بقى، سميه عاده، بس خرج بره الصوافه. بصوا يا رجاله، بصوا المنقار اهو اللي انا ماسكه اهو. انزل يلا بسبوس يلا لم الكلفه اهو يا رجاله. بصوا المنقار اهو، وضحت المنقار اللي انت شايفه ده. التاني ليه ضافر. انا بحاول اشرح لك بالحمام علشان اللي انا بقوله في دماغي يقدر يوصل لك بسهوله. الله اكبر الله اكبر. اخر حاجه تعال نبص على فرد صافي برضه تاني. دي نتايه، دي ايه؟ نتايه. بصوا يا رجاله دماغها عدل قوي، ودماغها مزحلقه، ودماغها صغيره قوي. بصوا يا رجاله ليها ايه؟ ليها ضافر، ليها ضافر يا شباب. دي كده نتايه صافيه. يا رب اكون قدرت
اللي انا بقوله يفيدك، ويا رب اكون وصلت لك معلومه علشان ما يحصلكش حاجه من اتنين، يا تظلم حمام انت بتشوفه وتقول عليه يا عم ده عاده، او تشوف حمام عاده وتتخمي فيه وتقول ده صافي. الاتواب مفيش فيها مشكله، الاتواب بتطلع في الصافي وفي العاده وفي الاسترالي زي بعض، مفيش اي مشكله خالص. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. وصلت يا رجاله انا بقوله؟ يا رب الحلقه تكون عجبتكم، ويا رب لو وصلت معايا للدقيقه ديت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. حبايبي يا رجاله، كان معكم في الله وليد عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.